السلام عليكم البنات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في هذا الفيديو هذا غادي نحضر معكم حلوة بسيطة يا البنات واقتصادية، والمقادير ديالها موجودين في كل دار. صراحة البنات واللذة ما نشكر لكمش فيها، شحال لذيذة. مهم خليكم معايا باش تشوفوا طريقة تحضير هاد الحلوة هذه. ودابا البنات غادي نبدا بسم الله. غادي نحتاج هنا 3 البيضات. البيضه الثالثه البنات غادي نعمل غير الصفار ديالها، والبيض ديالها غادي نحتفظ به. غادي نحتاجو باش ندهن به الحلوه ديالي، باش نرش عليها دوك الزرارع. نعملو قبيصه ديال الملحه، وتعملو واحد ساشي ديال السكر فاني، وكاس ديال السكر البنات، وتخلطوا داكشي مزيان. ومن بعد غادي تضيفوا هنايا 2 معالق كبار ديال حبه حلاوه والنافع، وتضيفوا عليهم كاس ديال الزيت. ودابا البنات ضفت هنا 3 المعالق كبار ديال الزبده. كيف ما شفتوا البنات عملت الزبده انا ديال البواطه، ما عملتش الزبده الاخرى اللي كتكون قاصحه، غير ديال البواطه كتكون سهله البنات، تساعدكم حتى في الخدمه. وغادي نعمل واحد الخميره كيماويه 8 غرام. صافي البنات، والدقيق تبقاو تدخلوه شويه بشويه حتى يتجمع لكم العجين. بالنسبه للبنات الدقيق هنايا هز لي هذا المقدار هذا 450 غرام ديال الدقيق. بالنسبه للعجينه البنات كيف ما شفتوا انا قسمته على 3. دابا غادي نبقى نطلقوه مزيان. بغيتو تطلقوه فوق سطح العمل هكا، ترشوا شويه ديال الدقيق وتطلقوه. بغيتو تطلقوه فوق ورق الزبده ما كاينش مشكل. صافي البنات، هو من الاحسن يجي رقيق، وبقاو تهزوه هكاك بشي موس ولا المهم باش ما يتهرس لكمش، وصافي دغيا كيوجد البنات صراحه، والمذاق رائع. بالنسبه للناس اللي ما كيصدق ليهمش الفقاس وكيجيبوا هذاك المذاق، هذا بحال المذاق ديال الفقاس. صراحه واعر البنات، غير جربوه واللي عجبو بطبيعه الحال يخلي لي تعاليق. صافي البنات، بقى ماشيه بحال هكا حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. واللي بغيتو تعملوه رقيق اعملوه رقيق، بغيتو تخليوه شويش السمك ديالو شويه غليظ اعملوه خليوه غليظ، ماشي مشكل. ما هو الصراحه ملي كتعملوه رقيق كتجي فيه واحد القرمشه واعره البنات. ودابا البنات غادي ناخذ هذيك بياض البيض اللي بقى ليا، غادي نطربوه مزيان بواحد الفرشيطه. ومن بعد غادي ندهن ديك الحلوه ديالي كامله من الوجه ديالها. ومن بعد غادي تضيفوا الزرارع اللي بغيتو البنات. انا ضفت عملت عملت عفوا جنجلان، عملت بذور ديال الزريعه، عملت زرعه الكتان، عملت بافو. المهم عملوا اللي بغيتو وشيتو. هادشي ما كان البنات. وملي تساليو كامله تعملوا ديك الزرارع في الاخر، وليو دهنوا بالبياض البيض باش هذوك الزرارع كيتبتوا لنا فوق الحلوه. ماشي ملي كتعملوهم في الطاسه هكا تخبعوهم ولا تحطوهم في الطبسيل، صافي في البلاصه هذاك الزرارع ما كيبقاوش في الوجه د الحلوه. ولكن ملي كتعملوهم بياض البيض صراحه كيبقاو لاصقين. ودابا البنات كنعمل بياض البيض فوق من هذوك الزرارع اللي عملت باش كيتبتوا لي على الحلوه. بالنسبه لدرجه الحراره ديال الفران غادي 180 درجه، غادي يكون شاعل من الفوق ومن التحت. صافي البنات، بالصحه والراحه. الحليوه ما شهيتكم فيها، كتجي فيها واحد القرمشه، واحد اللذه، ما شاء الله. وصافي المهم حتى تجربوها وغادي تعجبكم ان شاء الله. واللي عجباتو يخلي لي في التعليق. شكرا بزاف على المشاهده، شكرا، جزاكم الله الف خير.